السلام عليكم يا جماعة. قبل ما أبدأ خلوني أقول لكم حاجة. الكلام ده مش هتصدقوه ومش هتصدقوا إنه ممكن يكون حقيقي، لكن ده واقع حصل ليا وأنا مش قادر أنسى اللي شفته. أنا اسمي سامي، عندي 23 سنة، عايش في القاهرة. من وأنا صغير وأنا بحب أسمع الحكايات والقصص القديمة، خصوصا الحكايات اللي ليها علاقة بالأماكن المهجورة والأسرار المخفية. وكان عندي حلم دايما إن يوم من الأيام أكتشف مكان مهجور وأعيش فيه مغامرة وأرجع أروي الحكاية دي بدأت من كام شهر كده، لما كنت رايح عند واحد من أصدقائي في الريف. كان بقى عنده شوية حاجات عايزني أساعده فيها، وكنا هنبقى في مكان قريب من قصر قديم مش معروف أي حاجة عنه. يعني تقريبا زي ما تقولوا مكان مهجور على أطراف البلد. الناس في البلد دي كانوا دايما بيحذروني من القصر ده، كانوا يقولوا إنه المكان مليان أسرار، وإنه مش مناسب للناس، وإنه في لعنات قديمة بتحوم حواليه. طبعا أنا لما سمعت الكلام ده ما صدقتش، وكان عندي الفضول إني أروح وأشوف بنفسي. وصلت للقصر في وقت متأخر من الليل، وكان المكان هادي ومخيف. البوابة الحديدية كانت مفتوحة شوية، وكان الرياح بتخبط في الجدران وكأنها بتناديك. دخلت وقلت في نفسي مفيش حاجة، ده مجرد قصر مهجور. لكن أول ما دخلت حسيت بحاجة غريبة. كان في سكون تام، وكل حاجة حواليا كانت ساكنة، لدرجة إن حتى الحيوانات كانت مش موجودة. وأنا ماشي داخل لقيت نفسي بطلع السلم، ومع كل خطوة كنت بحس بحاجة مش طبيعية، كأن في حد بيراقبني. كنت دايما بسمع أصوات خافتة زي همسات، وقلبي بدأ يدق بسرعة. ولكن فضلت أكمل وقلت لنفسي مفيش حاجة، كله مجرد خيال. وصلت للغرفة اللي في آخر القصر، وكانت هناك حاجة غريبة. كان في باب قديم متغطي بالتراب والأتربة. الباب ده كان عليه رسومات غريبة وكأنها موجودة منذ زمن بعيد. فتحت الباب بصعوبة وحسيت بأصوات غريبة جاية من جوه، زي أصوات أنين خافتة، وكأن في حد محتجز هناك. دخلت، ومن اللحظة دي حياتي كلها اتغيرت. داخل الغرفة كانت الإضاءة ضعيفة جدا، والجو كان مليان برائحة العفن والتراب. كان في ستارة قديمة بتغطي نافذة صغيرة على الحائط، وفوق الأرضية كان في خشب قديم وكأن الزمن مر عليه مئات السنين. ما كنتش قادر أصدق إن المكان ده كان موجود لحد دلوقتي. لكن الشيء الغريب إنني كل ما تقدمت للأمام شعرت بشيء غريب بيحاول يشدني لداخل الغرفة. في الزاوية البعيدة من الغرفة كان في صندوق خشبي ضخم، وكان مغطى بالتراب والعناكب. قلت لنفسي ده أكيد المكان اللي فيه السر اللي بيحكوا عنه الناس. فقررت أفتح الصندوق رغم إنه كان مفروض أكون خائف، لكن الفضول كان أقوى من أي حاجة. فتحت الصندوق بصعوبة، وكان فيه ورقة قديمة ملفوفة ومعاها حجر صغير غريب الشكل. الورقة كانت مكتوبة بخط قديم جدا، وبدأت أقرأها بصوت منخفض، لكن في كل كلمة كنت بحس كأن القلب بتاعي بيتسرع أكتر. الورقة كانت بتحكي عن اللعنات اللي كانت موجودة في القصر ده، وإنه كان في يوم من الأيام بيت لناس أثرية كانوا بيحافظوا على كنوز لا تقدر بثمن. لكن كل اللي حاولوا ياخدوا الكنوز دي كانوا بيموتوا في ظروف غريبة. وأكبر لعنة كانت بتقول إن من يدخل القصر ويفتح الصندوق ده لازم يدفع الثمن. قبل ما أكملت القراءة بدأت أشعر بحاجة غريبة في المكان. كانت الأصوات بدأت تتكرر تاني، لكن المرة دي كانت أقوى وأوضح، كأن في حد واقف ورايا. وشعرت بدم بارد بيجري في عروقي. لفيت ورايا بسرعة، ولكن ما لقيتش حد. قلبي كان مش قادر يهدأ، وكان في شعور بوجود شيء غير مرئي بيراقبني. وقلت في نفسي مستحيل تكون الحكاية دي حقيقية، مفيش حاجة اسمها لعنة ولا حاجات زي دي. لكن زي ما كنت بتمنى أكون على حق، حاجة غريبة حصلت. فجأة كان الباب اللي دخلت منه اتقفل بقوة، وسمعت صوت حركة غريبة في الحجرة. حاولت أفتح الباب بسرعة، لكن ما قدرتش. حطيت يدي على الباب وحاولت أصرخ، لكن الصوت اختفى من فمي كأن الحجرة كلها ابتلعت الصوت. الجو بقى حر بشكل غير طبيعي، وكل ما حاولت أتحرك كان في شعور ثقيل بيشدني لتحت.
قررت إني أستجمع قوتي وأشوف إيه اللي بيحصل. حاولت أطلع من الغرفة، لكن قبل ما أمشي لقيت الحجر الصغير اللي كنت شايله في إيدي بدأ يهتز لوحده، وكأن في حاجة بتخرج منه. في اللحظة دي ما قدرتش أتحمل أكتر. كان في شعور بالهلع جوايا، وكان عقلي بيقول لي أخرج من هنا، أخرج قبل ما يحصل حاجة. لكن وأنا بطلع للباب لقيت شبح ظهر قدامي، شبح لراجل قديم كان شكله متعكر وعينيه كانوا مليانين بغضب. الشبح ده كان بيبص في عيني بشكل مباشر، وكأن عينيه كان فيها شيء من الغضب والحقد اللي مش ممكن تفهمه. وكل ما حاولت أهرب كان الشبح بيقرب مني أكتر. انتوا مش هتصدقوا ايه اللي حصل بعد كده، بس لسه في أسرار تانية هتعرفوها. كنت مش قادر أصدق اللي بيحصل قدامي. الشبح ده كان بيقترب مني خطوة خطوة، وكأن مش هيسمح لي أهرب من القصر ده. قلبي كان بيدق بسرعة لدرجة إني حسيت كأن حواسي كلها مش قادرة تركز. بس في نفس الوقت كنت عارف إن لو ما اتحركتش بسرعة كان ده ممكن يكون آخر يوم في حياتي. في لحظة وبغريزة البقاء ركضت بأقصى سرعة ناحية الباب، ورغم إن الباب كان مقفول بإحكام إلا إنني في اللحظة دي لقيت نفسي بقدر أفتحه. كان في قوة غير مرئية بتساعدني، ومش عارف إذا كانت قوة من نفسي ولا من القصر نفسه. المهم إنني خرجت من الغرفة وركضت في الممرات الضيقة، وكل خطوة كنت بحس إن في حاجة ورا ظهري، حاجة بتتبعني. الأصوات زادت وحسيت إن الرياح بتسحبني ناحية الجدران. وصلت للممر الكبير اللي كان بيؤدي للباب الرئيسي للقصر، لكن زي ما كنت فاكر إني هخرج كان في حاجز جوايا بيقول لي إن دي مش نهاية القصة. الباب كان موارب، والجو اللي حواليه كان كله مظلم وغريب. رغم إن كان في ضوء القمر بيدخل من النوافذ، المكان كله كان مليان ضباب وكأن الأرض مش ثابتة تحت رجلي. المهم وأنا قربت من الباب لقيت حاجة في طرف عيني، حاجة كانت بتتحرك في الظلام. في البداية ما كنتش عارف إذا كان ده خيال ولا حاجة حقيقية، لكن لما ركزت أكتر شفت إنها كانت شبح امرأة، وشعرها كان طويل جدا لدرجة إنه كان بيغطي وجهها. كانت واقفة بعيد شوية، لكن عيونها كانت مركزة عليا بشكل غريب، وكأنها عرفت إني ههرب. بدأت أتحرك، وكل خطوة كانت بتتسارع وقلبي بيخفى أكتر. لكن قبل ما أقدر أفتح الباب سمعت صوت همسات غريبة، وكأنها جاية من جدران القصر نفسه. الصوت ده كان بيقول مستحيل تخرج، المكان ده مش هيسمح لك. في اللحظة دي رجعت للخلف ببطء، وكل حاجة حواليا كانت بتتغير، كأنني رجعت لنفس المكان اللي كنت فيه أول مرة، والممرات كلها بقت ضيقة وملخبطة. عيني ما كانتش قادرة تركز، وكل ما حاولت أخرج كل حاجة كانت بتغلق قدامي. فجأة لقيت نفسي في قاعة كبيرة. الغرفة دي كانت مليانة بصور قديمة جدا على الجدران، والصور دي كانت لشخصيات غريبة، لكن اللي لفت انتباهي كان في صورة في المنتصف، صورة لملك قديم كان شكله مخيف. عيونه كانت غريبة جدا، وكان وكأنها تتابعني في كل حركة. بدأت أتقدم ناحية الصورة، وكلما اقتربت كانت الغرفة بتتحرك، وحسيت إن الأرض تحت رجلي بتتدور. رفعت يدي علشان أجيب الصورة من على الحائط، لكن فجأة بدأت الصورة تهتز، والعيون اللي فيها كانت بتتسع أكتر. وكل ما حاولت أمسك الصورة فجأة تحولت الصورة لمرآة، واللي شفته في المرآة كان أسوأ كابوس. في المرآة شفت نفسي، بس كنت شبح. كنت مش سامع أي صوت، لكن عيني كانت مفتوحة على آخرها، وكأنني مش موجود في الواقع، وكأنني محبوس داخل القصر ده. حسيت إنني دخلت في عالم آخر، مكان مليان بالظلام والخيالات. قبل ما أقدر أفهم أكتر الصوت اللي كنت بسمعه بقى أعلى وأقوى. الصوت كان بيقول لي لن تخرج من هنا، لن تخرج أبدا. وكانت اللحظة دي بداية نهاية رحلتي، أو بداية فخ جديد. لسه مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل لحد دلوقتي. كانت اللحظة دي أصعب لحظة مرت عليا. كنت مش قادر أتحرك، وكأنني مش موجود في هذا العالم، وكأنني محاصر في مكان مليان أشباح وأرواح قديمة. كل ما حاولت أهرب كل ما كانت الأشياء بتتغير من حولي. الأرض كانت تهتز تحت رجلي، والجو كان مليان بالصدى غريب، وكأن كل شيء في القصر ده
عايز يمتصني في أعماقه. كنت شايف في المرآة وجهي مش بتاعي، وكنت عارف إني لو ما خرجتش من المكان ده هفضل زي ما أنا للأبد، محاصر في عالم موازن مليان لعنات وأسرار قديمة. حاولت أكمل، لكن كان في حاجة بتشدني لورا. صوت الهمسات بقى أقوى، وكان بيتردد في أذني وكأنها أصوات ناس كتير بتقولي: ارجع، مش ليك هنا. في اللحظة دي لقيت نفسي مش قادر أسيطر على نفسي، كأن قلبي مش شغال. الإحساس كان غريب جدا، وكأن روحي مش في جسدي والكل حواليا بيخنقني. لكن بعد لحظات حسيت بحاجة مختلفة. كنت حاسس بشيء غريب كان بيحاول يدفعني لقدام، وكأن في قوة غير مرئية بتساعدني أتجاوز هذا الرعب. أغمضت عيني لحظة وحاولت أركز في نفسي، وعندما فتحت عيني كنت في مكان مختلف تماما، مش في نفس الغرفة ولا نفس القصر. كنت واقف في ممر طويل مظلم مليان بالظل، ولأول مرة حسيت إنني ممكن أكون خرجت من فخ القصر. لكن المكان ده كان أسوأ. كان في ضباب كثيف جدا يملأ المكان، والهواء ثقيل لدرجة إنني مش قادر أتنفس بسهولة. مش قادر أقول لكم إزاي كان الجو، كان كأنني مش في مكان طبيعي. فجأة سمعت صوت خطوات بتقترب مني. رفعت راسي بسرعة وقلبي كان بيخفق بعنف. اللي كنت شايفه قدامي ما كانش حاجة من اللي شفته قبل كده. كان شخص غريب، وجهه مظلم لدرجة إنه مش قادر أشوف تفاصيله، لكن كان في عيون متوهجة في الظلام. عيونه كانت زرقاء، لكن مش زي أي عيون شفتها قبل كده، كانت زي نار بتشتعل. أنت جبت لنفسك المتاعب. الصوت ده كان بطلع من الشخص ده. كان صوته رقيق، لكن في نفس الوقت كان في شيء قوي في نبرته. مش قادر أشرح لكم الشعور اللي كان في المكان، بس كنت حاسس إن أي خطوة هاخدها ممكن تكون آخر خطوة ليا. ابتعدت شوية وأنا بحاول أفهم إيه اللي بيحصل. الشخص ده كان واقف قدامي، لكن كنت عارف إنه مش بشر. كان حاجة غير بشرية، كأن روحه مليانة بالشر. الصوت نفسه كان بيقول لي: أنت مش لوحدك هنا، القصر ده مليان بحاجات كتير، مش بس كنوز، في أرواح وفي لعنة وفي دماء قديمة. كل ما نحاول يسرق أو يكشف الأسرار دفع الثمن. كان الوقت ده هو اللحظة اللي بدأت فيها أستوعب إن القصر ده مش مكان عادي، مش مجرد مكان مهجور مليان كنوز. ده كان مكان محكوم عليه باللعنات، والأرواح اللي فيه مش هتخلي أي شخص يخرج بسهولة. كل خطوة كنت بخطوها كنت بحس إن الحواجز بتتقوى أكتر، واللي كنت شايفه قدامي مش مجرد شخص، بل كان جزء من اللعنة نفسها. أما الشخص ده فابتسم ابتسامة غريبة، ابتسامة كانت مليانة بغموض وشر، وقال لي: أنت دخلت في حاجة أكبر منك ومش هتخرج منها بسهولة. وكنت في اللحظة دي عارف إن القصر ده مش هيسمح لي أهرب. لكن هل كان في أمل؟ هل كنت هقدر أخرج من هنا؟ ده كان سؤال عميق في عقلي، وكل ما فكرت فيه كان شعور الرعب يزداد أكتر. كنت واقف في الممر المظلم، عينيا مش قادرة تركز على حاجة غير الشخصية اللي قدامي. الشخص ده كان واقف، عيونه مش بس متوهجة، كانت زي نيران بتشتعل، وكل خطوة كنت بخطوها كان بيزيد شعوري بالغموض والخوف. كنت عارف إن المكان ده مش مكان عادي، وكان فيه سر كبير، سر مش مفروض حد يعرفه. وفي اللحظة دي بدأ يقترب مني الشخص ده. أنت مش فاهم حاجة، صح؟ قال لي وهو بيبص في عينيا نظرة مش ممكن أنساها. كانت نظرة مليانة بالتحذير والتهديد، زي ما يكون عارف إني مش هقدر أهرب. اللعنة دي مش بتختار، هي بتفرض نفسها، واللي يدخل هنا لازم يدفع الثمن زي كل اللي قبله. كانت كلمات الشخص ده مليانة بالغموض، وكأنها بتحفر جوايا. كنت حاسس إن كل كلمة بتطلع منه زي السيف في قلبي. ما كنتش قادر أتكلم، بس حاولت أتنفس وأفكر. قلبي كان بيدق بسرعة لدرجة إنني حسيت إن روحي هتطلع من جسدي. ما كانش في أي أمل للخروج من المكان ده، وكل ما حاولت أقاوم كان اللي قدامي بيقرب مني أكتر. مفيش مفر، لكن في فرصة واحدة فقط. قالها بصوت هادي: في قلب القصر، في مكان مدفون تحت الأرض، في مفتاح هيخليك تخرج، لكن مش هيكون سهل. لو حاولت هيكون في حاجة بتراقبك ومش هتقدر تفر منها. المكان كان مليان بضباب تقيل
وكأنني دخلت في عالم تاني، عالم مليان بالأسرار واللعنات القديمة. كل كلمة من الشخص ده كانت بتخلي المكان يزداد غموضا، وكأنني ماشي في طريق مظلم مفيهوش مخرج. كنت عارف إن الشخص ده مش عادي، مش بشر، مش شبح، مش روح. كان شيء غريب، كأنه جزء من القصر نفسه، كأن وجوده كان مرتبط بالمكان ده. وكل خطوة كنت أخدها كنت بحس بوجوده ورائي، كأنه في كل زاوية، في كل جدار، في كل خيال. أنت هتضطر تكمل لو عايز تخرج، قالها وهو ابتسم ابتسامة غريبة، وكأننا في معركة مش هتنتهي، وكل واحد فينا عنده سلاحه الخاص. المفتاح موجود، لكن هتحتاج تضحي بحاجة عزيزة عليك. كنت مش قادر أفهم، لكن كنت عارف إنه في حاجة لازم تحصل علشان أقدر أخرج من هنا. كنت متأكد إن اللي كنت هتضحي بيه هيكون جزء من حياتي، جزء من روحي. لكن هل كنت جاهز أضحي؟ لمحت في الجدار اللي قدامي كتابة قديمة، كلمات محفورة بعناية، ولما قربت منهم بدأت أقرأ: اللي يدخل القصر لازم يواجه ماضيه، مفتاح الخلاص في الماضي، ودماؤه لا تعد ولا تحصى قد أريقت هنا. فجأة عيني راحت على الأرض، ودهشت لما شفت حجر صغير مغروس في الأرض. كان في نقش غريب، ونور خافت كان بيوقد من داخل الحجر. حاولت أطلع على الحجر، وكان في صوت غريب في أذني بيهمس لي: ده الطريق، ده السبيل الوحيد. لكن قبل ما أقدر أتحرك سمعت صوت خطوات تانية، وكان الصوت ده مش بعيد. الصوت كان بيجري نحوي، وكان يقترب بسرعة، وعينيا رجعت تلتفت حواليا، لكن كان مفيش حد. في اللحظة دي قدرت أحس بشيء مختلف. كان في ضباب ثقيل في كل مكان، وكان الجو كله مليان بتوتر رهيب. حاسس إنني مش لوحدي، وإن في حاجة غير مرئية كانت تراقبني. كنت واقف بين حقيقتين، بين اختيارين صعبين: إما أكمل في البحث عن المفتاح، أو أرجع للوراء وأواجه اللي مش قادر أواجهه. لكن القرار مش كان سهل. إزاي أقدر أخرج من القصر ده؟ ومين اللي بيحاول يعطلني؟ كان الجو في القصر أشبه بالعتمة الكثيفة اللي مش بتترك مكان، وكأنها بتحاصرني من كل جانب. حاولت أتحرك، لكن خطواتي كانت ثقيلة، مش قادر أطلع أي صوت. كل ما حاولت أخرج من الممر الضيق كنت بحس إن في حاجة بتشدني لورا، زي خيوط غير مرئية بتمسكني، بتمنعني من التقدم. كنت واقف قدام الحجر المغروس في الأرض والنقوش الغريبة عليه، لكن عقلي كان مشغول بأفكار كتير. إزاي المفاتيح دي مرتبطة بماضي القصر؟ وما هو هذا الماضي اللي يتكلم عنه الشخص الغريب؟ هل كان يتكلم عن تاريخ القصر نفسه، أم عن شيء آخر أخطر من ذلك؟ حاولت أركز وأشيل الحجر، وأنا بفتح عيني على الجدران القديمة اللي عليها رسومات غريبة وأسرار منسية، لكن مفيش وقت للتفكير. الصوت اللي كنت سامعه من شوية كان قريب جدا، كان صوت خطوات ثقيلة. ومش بس كده، كان فيها همسات غريبة، كأنها أصوات ناس بتمشي حواليا من غير ما تلمس الأرض. في اللحظة دي شعرت بشيء غريب يتحرك في جسدي، كان وكأن روحي على وشك الانفصال عن جسدي. وبغض النظر عن قدري، كان في قوة بتدفعني لمسك الحجر وأخيره، رغم إن كل شيء حواليا كان بيصرخ في وشي ويطلب مني إني أهرب. إلا إنني كنت عارف إن اللي قدامي في القصر ده مش بيكون سهل. قمت بالضغط على الحجر لغاية ما حسيت إني جبت المفتاح، أو الشيء اللي ممكن يفتح لي الباب للخلاص. فجأة الحجر بدأ يهتز، وكأن الأرض كلها تحت رجلي بدأت تتحرك. الإحساس كان زي الرعد اللي بيضرب في قلبك. الصوت، الخطوات، الهمسات، كلها كانت بتدور حواليا، بتجمعها وتزيد الرعب في قلبي. لكن في لحظة الحجر انفجر. مش انفجار بالشكل اللي كنت متوقعه، بل كان زي تطاير غبار، والنور اللي ظهر فجأة كان يشع بقوة رهيبة. ورحت داخل في النور ده من غير ما أقدر أوقف، وكأن المكان كله بدأ يبتلعني في جوه. كنت مش قادر أشوف أي شيء، كل شيء كان ملون بلون واحد فقط، اللون الأزرق الغامق. خلال ثواني النور اختفى فجأة. لقيت نفسي في غرفة تانية مختلفة تماما. كانت غرفة مليانة بالكتب القديمة والنوافذ المغلقة بشكل محكم. كان الجو فيها تقيل، وكأن الزمن وقف هنا من زمان. وفجأة شفت شخص تاني قدامي،
كان شكل الشخص ده مختلف عن الأول، كان لابس زي قديم وكان في نظرة حزينة على وجهه. أنت مش المفروض تكون هنا، قالها بصوت هادي، لكن كلماتها كانت زي السهام اللي دخلت في قلبي. أنت دخلت عالم قديم جدا وأنت مش هتقدر تخرج منه بسهولة. بدأت ألاحظ إن الشخص ده كان مش عادي، كان في شيء غريب في ملامحه، وكان في عينيه نظرة متعبة، وكأن هذا المكان هو مسكنه الأبدى. حاسس إن هذا الشخص كان عارف عن كل شيء في القصر ده، وكان في شيء مش مسموح لي إن أعرفه. اللعنة هنا مش ليك، لكنك اخترت تكون جزء منها، قالها وهو بيبصلي. وفجأة بدأ الصوت يتغير، كانت الأرض نفسها بتهتز، والكتب القديمة على الأرفف كانت تسقط على الأرض بشكل متسارع، وكأن القصر كان بيغضب مني. حاولت أركض، لكن كانت قدمي زي مغروسة في الأرض، وكل ما حاولت أهرب كنت بلاقي الطريق مغلق. حاولت أصرخ، لكن الصوت مش طالع. كنت حاسس بإني عايش في كابوس ما فيهوش مخرج. هل القصر ده هو فعلا مكان ملعون؟ هل يمكنني النجاة؟ وما هو الثمن اللي هدفعه علشان أخرج من هنا؟ بينما كنت مغمض عيني سمعت الصوت من جديد. اللعنة هي أساس كل شيء هنا، وكل شخص دخل القصر ده كان ليه ثمن. لكن في اللحظة دي لقيت شيء غريب، كان في مفتاح قديم جدا على الأرض، لكن مش زي أي مفتاح شفتها قبل كده. كان في نقوش غريبة على الحواف بتاعته، وكان كأن في جزء منه ضائع ومش مكتمل. هل ده المفتاح اللي كنت ببحث عنه؟ وهل هو الطريق اللي هيساعدني أخرج؟ كنت واقف قدام المفتاح الغريب ده مش قادر أصدق اللي حصل. مفتاح قديم جدا وكان بيديه نور ضعيف جدا، لكن ده مش كان السبب الوحيد اللي خلاني مش قادر أتحرك. كان في شيء غريب حواليا، زي صوت همسات مش واضحة، وكأن المكان كله بيحاول يخلي عقلي يشوش. حسيت بوجود حاجات مش مرئية كانت بتراقبني من كل زاوية، لكن ما كانش عندي وقت للتفكير. كان في شيء بيقولي إني لازم أمسك المفتاح ده. كنت مش عارف إزاي أتعامل مع اللي حواليا، لكن كنت حاسس إني في لعبة ما، لعبة مع الزمن واللعنة، وكل خطوة هاخدها هتغير مصيري. أخدت المفتاح في يدي وحسيت على الفور ببرودة غريبة، كأن يدي تجمدت. كان المفتاح مش تقيل، لكن كان فيه إحساس غريب فيه، كأنه تقيل على روحي. وضعت المفتاح في جيبي بسرعة وبدأت أبحث عن طريق للخروج من الغرفة المظلمة اللي كنت فيها. الغرفة كانت مليانة بالكتب القديمة، وكأنها شاهد على تاريخ غريب، تاريخ مليان بالأسرار واللعنات. كنت شايف في الكتب رسومات غريبة وكلمات مش مفهومة، وكل صفحة كنت ألمسها كان المكان حواليا بيصبح أكتر ظلمة. وفي لحظة قررت إني أترك الكتب ورا ظهري وأكمل في البحث عن مفتاح الخلاص. سمعت صوت الأقدام تقترب مرة تانية. كنت مش لوحدي، كنت عارف إن في حاجة بتراقبني. وكان في ضباب خفيف بدأ يلتف حواليا، وأصبح الطريق اللي كنت جاي منه محجوز، والوحيد اللي قدامي هو باب ضيق في آخر الغرفة. لكن الباب ده كان مغلق تماما، وما كانش فيه أي علامة تدل على طريقة الفتح. لو عايز تخرج هتضطر تروح للمكان اللي تاه منه كل واحد دخل هنا قبلك، قال الصوت اللي كنت بسمعه من أول القصة. كانت الكلمة دي زي السيف في قلب عقلي. المكان اللي تاه منه كل واحد دخل هنا كانت معناها إن المكان ده بيخفي سر غامض، سر محدش قادر يكتشفه. والمفتاح اللي في جيبي كان يمكن هو الطريق الوحيد عشان أقدر أواجه هذا السر. قررت إني أفتح الباب، لكن فجأة سمعته يفتح من نفسه. الباب اللي كان مغلق تماما بدأ يتشقق، وكل جزء فيه كان بيخرج ضوء غريب، كأن القصر نفسه بيرفض السماح لي بالخروج. لكن فضلت ثابت وما كنتش هقدر أرجع. كنت عارف إن الطريق الوحيد هو قدامي. دخلت في الممر الضيق اللي ظهر قدامي، وكل خطوة كنت أخدها كان المكان حولي بيتغير، كان زي لو الزمن بيعيد نفسه. الممر كان طويل جدا، وكنت سامع صوت همسات كتيرة حواليا، وكأن في حاجات بتتابعني. وحسيت فجأة بشيء غريب زي لمسة برد خفيفة على وجهي. كان شعور مؤلم، زي كهرباء بتمشي في جسمي وكل جسد يتنفض. وصلت لمكان آخر، وكان المكان ده مليان بالأشجار الجافة والأنقاض.
ده كان خارج القصر، لكن كنت شايف إن كل شيء هنا مظلم وغريب، كأنك في عالم تاني، وكأن الأرض نفسها كانت ملونة بلون غريب، اللون الداكن اللي كان يخليك تحس إنك مش على إيد الحياة. وأثناء ما كنت بتمشى بدأت أشوف ناس من بعيد، لكنهم كانوا مش واضحين، كانوا زي ظلال. وفجأة واحدة من الظلال دي قربت مني وابتدت تتكلم. أنت مش لوحدك هنا، قالتها بصوت خافت، لكن عينيها كانت مليانة بالخوف. اللعنة دي قديمة جدا، كل شخص بيجي هنا بيبقى جزء من الأسطورة. كنت مش قادر أصدق اللي بسمعه. هل يعني إني مش هقدر أخرج من القصر ده؟ هل أنا فعلا جزء من اللعنة دي؟ وكل ما فكرت في الموضوع ده أكتر كان شعوري بالخوف والقلق بيزيد. في اللحظة دي بدأت الظلال دي تتحرك حواليا، كنت شايفهم بوضوح أكتر وكأنهم بيقتربوا مني. وفي اللحظة دي بدأت أفهم الحقيقة، كان المكان ده مش مجرد قصر مهجور، كان مكان محاصر باللعنات القديمة، وكل شخص دخل هنا كان لازم يواجه ماضيه، واللي مش قادر يواجهه بيظل هنا للأبد. أخذت نفس عميق وأنا شايف الظلال تتحرك حولي. كنت عارف إن الوقت قرب لأعرف كل شيء عن اللعنة دي، لكن هل كنت مستعد أواجهها؟ كنت محاصر بين الظلال، وكل خطوة كنت أخدها كنت بحس إن المكان كله بيتغير حوالي. كنت مش قادر أميز بين الحقيقة والخيال، واللحظات دي كلها كانت عبارة عن مشهد من كابوس ما فيهوش نهاية. الظلال كانت تقترب مني أكتر وأكتر، وكل واحد فيهم كان بيشاور لي بإيديه كأنهم بيطلبوا مني حاجة. لكن في لحظة حسيت بحاجة مختلفة، حسيت بنور غريب يضيء في قلبي. كان النور ده مش زي النور العادي، كان نور داخلي، شعور بالسلام جاي من جوه. في اللحظة دي تذكرت الكلمة اللي قالها الشخص في القصر: اللعنة هي أساس كل شيء هنا، وكل شخص دخل القصر ده كان ليه ثمن، والثمن ده كان مش عن الماديات، كان عن الروح. كنت عارف إن اللعنة مش هتوقف إلا لما أواجه ماضيه، وده كان أول شيء لازم أعمله عشان أخرج من هنا. بدأت أتكلم بصوت هادي، وكأن كل كلمة طلعت مني كانت بتكسر الحواجز اللي بيني وبين المكان ده. قلت: أنا مش هكون جزء من اللعنة دي، أنا مش هخلي ماضي هو اللي يتحكم في حياتي. في اللحظة دي النور اللي كان في قلبي بدأ يزداد قوة، والظلال اللي كانت حواليا اختفت وكأنها انمحت في الهواء. الممر اللي كنت ماشي فيه بدأ يفتح قدامي، وكل خطوة كنت أخدها كانت بتقربني من الضوء. أدركت إن السر مش في الهروب من المكان، السر كان في المواجهة. في اللحظة دي كنت مش لوحدي، كنت معي روحي الحقيقية، واللي كنت حاسس بيه هو القوة اللي هتساعدني أخرج من القصر ده. وصلت لآخر الممر وكان قدامي باب ضخم، وكان النور بيطلع منه زي الشمس. فتحت الباب بكل قوة، وفي اللحظة دي شعرت بهواء نظيف، كان هواء الحياة، هواء بعيد عن كل الظلام اللي عشته في القصر. خرجت من الباب وكنت شايف الدنيا من حولي تتغير، كانت الأشجار خضراء والشمس كانت مشرقة في السماء، كأني خرجت من عالم آخر، من كابوس إلى واقع جديد. كل شيء حوالي كان هادي، كان في سلام غريب في الجو. وصلت للحديقة اللي قدام القصر ونظرت ليها بعينين مفتوحتين. القصر ورائي، لكن اللعنة ما بقتش تلاحقني. كنت عارف إن مفيش حاجة تقدر تمسكني دلوقتي. قدرت أخيرا أهرب من الظلال واللعنات. وقفت لحظة في الحديقة وكنت شايف الطريق قدامي مفتوح. كان ده الطريق اللي ممكن أخد فيه خطوة جديدة في حياتي. كنت خلاص خلصت من اللعنة، والسر كان في مواجهة ماضيك علشان تقدر تمضي للأمام. لكن في اللحظة دي شعرت بشيء غريب. كان هناك بعيد في الأفق كان في شخص واقف، كنت مش قادر أشوفه بوضوح، لكن كنت حاسس إنه كان بيراقبني. لكن دلوقتي كنت مش خايف، كنت عارف إن أنا مش لوحدي، كنت مع نفسي الحقيقية وقادر أواجه أي شيء. نظرت للشخص اللي كان واقف بعيد في الأفق وضحكت، ضحكة كانت مفعمة بالقوة، بالحرية. عرفت في اللحظة دي إن اللعنة مش حاجة تقدر تحبسنا للأبد، وإنه في النهاية كل واحد فينا بيقدر يغير مصيره. وخرجت من القصر إلى الحياة، إلى البداية الجديدة.